السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اتفضلوا معانا مكرونة السيدة زينب. ايوه، مكرونة السيدة زينب بكل خلطاتها وبكل يعني ايه، بكل اسرارها وتكاتها معايا، وتعالي اتفرجي عليها واشفيها واحكمي. كل طبق من هنا وكل طبق من السيدة زينب وانت هتعرفيها. وهي بتتعمل بمكرونة سباكيتي، بس ما كانش عندي مكرونة قلت ابدلها، اعملها بمكرونة ايه، مكرونة فرن. طيب تعالي نشوف كده الوصفة والتركات بتاعتها واسرارها. فعلا طعمها خطير، طعمها تحفة. والله هتاكليها هتعتمديها على طول وتعمليها على طول. اولا المكرونة ريحتها مختلفة نهائي عن اي مكرونة بتعمليها. وبتبقى كده ايه، غرقانة بالصوص بتاعها زي ما انتوا شايفين، والبصلة كده ايه، باينة وواضحة. بتاكليها ما بتشبعيش منيها. يعني بصي الكمية يعني الطبق اللي انت شايفاه ده طبعا ايه ب50 جنيه، يعني ايه ما يكفيهوش. وانت هتعملي الكمية الكبيرة دي، شوفي بكام بمقدار، ويعني ايه مبلغ وقدره فعلا زي ما بيقولوا. طيب تعالي نشوف هنعمل ايه. معايا ثلاث وحدات او 4 وحدات من البصل، ومعايا الكبة هقطعهم وهفرمهم زي ما انت هتشوفهم. معايا حلة كده هحط فيها كمية شوية من الزيت كده كتار، وهنزل عليهم بايه، بالبصلة بتاعتي. البصلة بتاعتي هنزل عليها بالملح وايه، وهخليها ايه تستوي وتتحمر كده. ونشوف هنعمل ايه تاني. حطيت كمية البصل زي ما انتم شايفين، فرمتهم عادي. عايزة تقطعيهم برضو عادي بالسكين بايدك، عادي قطعيها. بصي مش هتفرق معاك يا ست الكل، اهم حاجة تقطعيها وتحطي ايدك البركة فيها. بس كده نحط الملح وهن ايه، وهنقلبها ونستنى شوية وندوس شوية على البصلة بتاعتنا لحد ما تحمر وتدينا اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. اهم حاجة اللون الذهبي. هتقولي لي الزيت كتير، لا الزيت اصبري عليا، انا عايزاه الزيت كتير وكميته كتيرة، لان انا هحتاجه بعدين تاني. طب هتحتاجيه في، اصبري عليا يا ست الكل وانت هتشوفي هتعمل ايه. حمرت البصلة زي ما انتم شايفين، كمان هدوس عليها شوية تاني لحد ايه ما تحمر معايا وتديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هنزل بعد ما تحمر كده، هجيب مصفاية واصفي البصل ده كله، واخد الزيت بتاعها تاني واحطه تاني في ايه، في الحله. طيب ليه، اصبري عليا شويه وانت هتعرفي. حطيت حله كده على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها لترين كده من الميه، وبعد كده ايه، احط ملح وزيت. اصبري عليا، شوف لون البصله لونها الذهبي، اللون الجميل ده انا عايزاها كده بنفس اللون ده. اصبري عليا واركنيها كده على جنب. وتعالي حطينا الزيت اللي احنا صفناه من البصله. طب هتحطي ليه وتصفي ليه تاني ونحط زيت؟ لا انا عايزه الزيت اللي هو كان فيه البصل، النكهه بتاعت البصله فيها. اهم حاجه اللي كانوا فيها البصل. طيب هتعملي ايه في الوقت ده؟ هحط معلقه سكر، معلقه سكر، ايوه هحط معلقه سكر هكرملها. وبعد كده ايه، عندك صلصه طماطم؟ عندك، ما عندكيش اعملي زي ما انا هعمل كده وهتطلع نفس الطعم. والله وخطيرة، هتدعي لي فعلا هتعمليها زي كده. والله تعتمديها على طول وهتجربيها تاني وهتكرريها. بس والنبي بالله عليك ابقي ادعي لي دعوة حلوة كده من قلبك. حطيت البصل وكرملته، معلقة السكر كرملتها زي ما انتم شايفين في الزيت اللي هو كان فيه البصل. هنزل بعصير ايه، بعصير الطماطم عليهم كده، هسيبهم يتسبكوا. حطيت ملح وهحط فلفل اسود واسيبهم كده ايه يتسبكوا. عايزه تحطي في الفتره دي او عايزه تحطي مثلا شطه، حطي شطه حراقه زي ما انت عايزه. انا كده استكفيت علشان انا عندي برضو ايه، في ناس ما بتحبش. هحط كده ايه المكرونه عندي في الميه، وهسيب الاتنين تستوي، المكرونة والصلصة تتسبك. كده انا عندي المكرونة هتغلي وايه، والدمعة بتاعتي ايه اتسبكت. زي ما انتم شايفين هصبر عليها شوية تاني لحد ما تتقل، والطعم بتاعها يبقى خطير كده. بصي اتسبكت، واظن شايفين الشكل بتاعها خطير. بس كده انا مش هعمل اي حاجة تاني. كده صفيت المكرونة وهحط ايه، هحط دلوقتي يا قمر يا عسل اللي بص عليا، شوفي كده كويس انا ايه هديت النار خالص. انا ممكن كده تقفليها، تقفلي النار كده. القوام بتاع يعني ايه الصوص بتاعي تهجل زي ما انتم شايفين. هسيبه شوية وهنزل عليه بايه، هنزل عليه بالبصلة اللي احنا ايه صفناها، شايفين؟ يعني كده ممكن تفصل النار خالص. انا كده المكرونة على طول مصفياها، ما اديتهاش يعني ايه مية تاني تحت الحنفية ولا اي حاجة. صفيتها مجرد ما صفيتها احطها على طول على ايه، على الدقه بتاعتها، على الصلصه اللي انتوا شايفينها دي. بس كده بصي كده المكرونه كانت سخنه سخنه، يعني مش محتاجه انها ايه تغلي تاني على النار. زي ما انتوا شايفين كده حطيناها. عايزه تحطي فلفل، عايزه تحطي شطه زي ما قلت لك حطي لها.
كده انا كان طعمها خطير، وكانت صراحة مش محتاجة اي حاجة تاني. هضيف عليها المكرونة بتاعتي على طول، وهقلب المكرونة، ويلا بسرعة على اجدع مثلا ايه، على احلى طبق عندك اغروف يا ست الكل، وكلي وادعي لي. شايفين زي دمعة العين؟ والله العظيم طعمها خطير وتحفة تحفة تحفة. وفاتك نص عمرك اللي ما كلتيش المكرونة بتاعت السيدة زينب، بنفس التكات وبنفس الاسرار، وهي بتبقى غرقانة بالصوص. يعني لو كترت الكمية أكتر من كده بتبقى تحفة تحفة تحفة. شايفين البخار؟ معنى كده إن المكرونة كانت على طول طالعة من المصفاية على طول. وحطيتها إيه؟ حطيتها على الصوص بتاعها. كده هنقلبها كويس خالص، ويلا على طبق التقديم حط المكرونة بتاعتك. وفعلا مكرونة طعمها لا يقاوم، مكرونة طعمها تحفة. يا ريت يا ريت تجربيها، يا ريت يا ريت تعمليها على طول. وإيه، وتكتبي لي كده. كده خلصنا المكرونه بتاعتنا. تعمليها زي ما قلت لك، تعمليها مكرونه سباكيتي، او ممكن تعمليها مكرونه صغيره، بتطلع معاكي تحفه. كده خلصنا المكرونه بتاعتنا. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، يا ريت يكون نال اعجابكم. ما تنسوناش باللايك وشير للقناه، والكومنتات تفرحني وبتديني حافز ان انا انزل لكم كل يوم وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.